رشاد فاروق. أسماء جديدة، ويعتبر الموسم الأول للداخلية منذ صعوده إلى دوري الأضواء والشهرة. مفيش ولا موسم اكتمل. أحمد فتحي بلمسة راسية تخرج الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى تماس. مصطفى حجاب باولو بيعمل كنترول وعايز يسدد، ولكن بترتد على طول من شريف عبد الفضيل. ادي الكرة الامامية، ولكن المرة دي في ضغط في ظهر عمرو جمال. صفارة وخطأ. سيد معوض، مو سيدان، تمريرة هات وخد، ولكن التو اقوى من اللازم. تخرج الكرة الى خارج الملعب علشان تبقى تماس. لسه اللقاء مغلق، لسه كل فرقة عاملة كثافة عددية كبيرة، بالذات الداخلية عامل كثافة عددية كبيرة أمام مرماه وفاصة ملعبه. النادي الأهلي بيحاول إن هو يباغت فريق الداخلية، ولكن لسه عدد المهاجمين قليل جدا جدا إذا قارناه بمدافعي فريق الداخلية. سيد معوض منتظر التحركات. مو سيدان على طول يسلم سيد. ادي العرضيه حلوه على القائم الاول، ولكن تحرك جيد المره دي من جهاد جنيدي. قفل قبل عمرو. وائل جمعه بيعمل تمريره على طول عند شهاب. عبد الله يرجع لحسام عاشور. مو سيدان يرجع مره ثانيه لحسام عاشور. هيعمل ايه؟ بيوزع في الجبهه اليسرى عند شريف عبد الفضيل. تحضير ولكن مقروء جدا من لاعبي النادي الاهلي. تحضير بطيء طبعا، مسهل مهمه لاعبي الداخليه حتى الان. كلها تمريرات مقروءه زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي كوره مشتركه مقطوعه على طول لمصلحه الداخليه. نور الجرحي بيلعب في اتجاه وائل اسماعيل. سيد معوض يرجع يعمل مسانده عند شريف عبد الفضيل. وائل اللي مأخر نفسه في القلب بيلعب كوره اماميه في اتجاه عمرو جمال. تسقط الكرة على حدود المنطقة، ولكن في صفارة وخطأ ضد عبد الله السعيد. ادي حسام الجلاد حكم الدرجة الأولى، واحد من الوجوه الجديدة اللي بتاخد فرص خلال هذا الموسم. أحمد فوزي لمسة من باولو على طول. بيرجع احمد فتحي مرة تانية لشريف اكرامي. وصلنا للدقيقة 18، لازال التعادل سلبي قائم. لقاء الداخلية والاهلي والجولة رقم 13 من بطولة الدوري الممتاز. طبعا حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي عنده لقاء مؤجل امام مصر المقاصة، وايضا لقاء الجولة القادمة سيكون لقاء مؤجل امام سموحة. الكرة الأمامية ضغط من جهاد جنيدي، ولكن مرة تانية وائل يظهر في الكادر ويدي الاستحواذ للنادي الأهلي. ادي على طول سيد بيرفع وشه ويعمل تمريرة أمامية للمتحرك عمرو. رشاد يظبط ويقطع بشكل جيد جدا. رشاد لمسة من باولو، ما تلاقيش الا احمد فتحي بيغير اتجاهاته. فتحي عايز يتقدم ويخترق من وسط الملعب، عمل هات وخد وعدى بشكل جيد احمد، ولكن على طول بيعمل ابعاد وائل اسماعيل ويطلع الكرة الى خارج الملعب. نادي الاهلي مسيطر مستحوذ، ولكن لسه. ادي مرة واحدة حلوة حلوة يا ولد يا ولد، ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجملة، يا سلام على الشراسة، يا سلام على الإيجابية في الهجمة اللي فاتت ديت. استلام حلو من السيد حمدي، استلام بتوسيع وتسديد مرة واحدة. بص شوف السيد حمدي وسع لنفسه ازاي، عمل فنت حلو وسدد. ويا سلام من المتابعة الجميلة واللمسة الجميلة اللي عملها عمرو جمال، ولكن تصدي أكثر من رائع من الحارس المتألق أحمد فوزي. أحمد فوزي في الدقيقة 20 بيطلع هدف محقق